السبت 28 ابريل بميدان التحرير من منصة ثوار بلا طيار. حربي قالوا شباب بفكر طرفي يشاور الرجاله واتهموهم بالعناد لو ما بدأها الشباب اي شعب مش هيكسب مش هنرجع تاني نحط راسنا في التراب انا مش هسكت هقول انت زعلان الفلوس انا مش هسكت هقول المسلك مسؤول يا مصريون مصري بتعصر لازم يمشي قول يا مصريون مصري بتعصر لازم يمشي قول يا مصريون مصري بتعصر لازم يمشي قول يا مصريون مصري بتعصر لازم يمشي مش هنسكت مش هنقاضي احنا فينا في صوت الواطي بعد مصر بقى قالت لا هو المشير كان عنده فلوس كتير كان خط دفاع اخير للراجل الكبير اللي ساله الساده اللي هو قايم على اللي جاي واللي فات على حق اللي مات عشان نظرته بات على حق اللي عايش وطلع لنا احنا نشوف الفلوس بعد ما استرقنا انت ولا مسؤول شوف الفلوس يا المشير عشان انت شهيد تتطور تترفع وتتكلم على الرقابه والطلع شايف من الرقابه لما تعتمد على اول السلامه اللي من الرقابه الصوت مبارك على الدفاع قدام بلوكنا على الحدود انتوا وعي المجاري ما تطلعش على اسرائيل انا بحترم ضباط جبريل وحديث صراحه واسماعيل انا بحترم احمد شويه وللاسف في البلاد وتطوروا على من عدو الامريكان يحكمونا يسمعوا امريكا بتدفع المعونه والجمال وعلمونا ما فيش صراحه يحكمونا الحراميه اللي انت بتحكم على الحراميه في الشرف العسكريه لكن مبارك عايز زينا ولا خلاص رد عليا البيت مصر انت جبنا رد عليا رد عليا محمد ما تشوفوا